السلام عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده اول حلقات اتغيرنا. هتقول لي يعني ايه اتغيرنا؟ هقول لك بكل سهوله وبكل بساطه ان احنا اتغيرنا. ها؟ بما اني اتغيرت زيكم بالظبط، فحابب اقول لك اعمل شير، اعمل لايك، اعمل سبسكرايب، لان لو ما كنتش اتغيرت كنت هقول لك اعمل مشاركه واشتراك واعجاب. بس كده. النهارده هنتكلم عن ايه اللي اتغير فينا. اول حاجه المطاعم. تحس الزبون وهو داخل المطعم هو كلاينت داخل يستثمر في بنك الطعام. طب هو بنك الطعام فيه استثمار؟ يا عم ده افيه، ما تحطش العقده في المنشار. قول يا ستموني قول. طول عمرنا شعب بيحب الاكل. المطبخ المصري دايما متميز وفريد في اكلاته، وفي جميع انحاء العالم هتلاقي الناس عارفه الكشري، البصاره، الخبيزه، الشكشوكه. كذلك الامر السبانخ اللي دايما امك بتقول لك عليها دي فيها حديد. طلع علميا هي لا فيها حديد ولا حتى اسمنت. كذلك يا صديقي كان مشهور عن المطبخ المصري العدس والطعميه والبصاره والحواوشي. الحواوشي يا عم ده اكله تركيه. عمر الحواوشي ما كان أكلة تركية. الحواوشي ده أكلة مصرية أصيلة. هحكي لك حكايتها يا صديقي. كان في جزار زمان اسمه الشيخ مصطفى الحواوشي، هو اسمه كده مش بنتريق. الشيخ مصطفى الحواوشي ده كان جزار بيبيع اللحمة للناس اللي تقدر تشتري اللحمة، وكان خايب جدا في التقطيع. الله أعلم كان خايب ولا كان قصدها. كان بعد ما تخلص شغل تفضل فتافيت كتيرة من اللحمة. كان بيجي آخر اليوم ويلم كل الفتافيت دي ويعبيها في العيش ويسويها في الفرن، ويلم كل الغلابة اللي في المنطقة ويأكلهم من الرغيف اللي مليان بفتافيت اللحمة. وبعد وفاة الراجل ده تكريما ليه من الناس الغلابة اللي كانوا بياكلوا من عنده ببلاش لوجه الله، سموا الأكلة دي الحواوشي. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ يعني يا صديقي معنى كلامي كده ان المطبخ المصري ده غني شبعان بالاكلات الكتير، مش محتاج اي مطبخ تاني يدخل دخيل عليه. لكن فزلكة الشعب المصري اودت بينا في مصارع الهلاك، وبقينا بنقول على المكرونة باستا، وبقينا بنقول عليها كمان برضو لازانيا، وبقينا بنقول على صينية البشاميل الغلبانة نجرسكو، يا مارتشيل. وبقينا بنقول على السلطات ابيتايزر. شوية مية السلطة الطاهرين دول اللي احنا بنقول عليهم الويسكي الحلال، وشوية الطحينة بقى ابيتايزر. من امتى السلطات بقت ابيتايزر؟ أمركم غريب أيها المصريون، تؤمنون بأشياء غريبة. كذلك الامر الطعمية خلتوها جرين برجر، زبدة الفول السوداني خلتوها بينا باتر. يا راجل ده حتى كيس الكشري ابو 2 جنيه اللي على الله حكايته خلتوه علبة سوبر، علبة سوبر ميجا، علبة سوبر ميجا برو بلس 4 كاميرات بالشاحن والكرتونة. ليك عندي 7 طلبات. انا عاوز كمبيوتر. خد. يا اخي ده حتى الراجل اللي شغال في محل الكشري مدى احترامه ليك بيكون متحدد على انك طالب رز بلبن ولا مش طالب، لانك لو مش طالب رز بلبن هتطرد بره المحل. بني ادمين وكلتنا بشر واي حد بيخش ياخد بفلوس. انما اللي بيطلب رز بلبن ده بيتعامل معامله سبيشال 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 خالص من صاحب محل الكشري وكل العاملين فيه، زي بالظبط ما كان حسام البدري بيعامل كريم ندفت. لا، تقييمه لكريم ندفت مختلف خالص. كبرتوا الموضوع والله يا شباب. طول عمرنا عارفين ان الاكل ده عبارة عن سمك ولحمة، رز، مكرونة، شوية بطاطس، مش اكتر من كده. ده يا مؤمن، ده يا مؤمن الفرخة الطيبة الغلبانة اللي بتفضل تتنطط جوه القفص عند بتاع الفراخ، ومجرد ما احط على الميزان بتبقى مؤدبة جدا. وده ليه؟ لان الشغل ما فيهوش هزار. اهي الفرخة الغلبانة دي عملوها ناجتس، وعملوها كوردون بلو، وعملوها زنجر، وعملوها ستريبس، وعملوها وينجز، وفوق ده كله فوتشيني. فوتشيني ده مش كان لاعب في الدوري الايطالي؟ ده هنا بقى
عن حنيكة اللحمة. حنيكة اللحمة أصل دي بريسكت، أصل دي شولدر، أصل دي ريب آي، أصل دي واجيو، ياباني ياباني. 私の名はキライ押影 يا ابني ده انت كان اقصى طموحك انت وابوك انه يروح للجزار يديله حته لحمه حمرا ما فيهاش دهن، ويوم ما ابوك يتمعظم ويطمع في الجزار يقول له اديني معاها ماسورتين عشان وليه تعمل لنا شوربه. دلوقتي ما كانتش اللحمه متسويه على خشب شجر البطيخ لمده 36 ساعه مش هناكلها. ما كانتش البهيمه خريجه معهد الكونسرفاتوار وبتسمع مزيكا مش هناكلها. خلاف بقى المطاعم من الجنسيات المختلفة، شو مطعم سوري، شو مطعم لبناني، شو مطعم هندي. شفت كل الجنسيات اللي انا قلتها دي؟ كل الاستاف اللي شغالين مقسومين نصين، نص من اللي بينا هرم ونص من الويلي. مفيش اي حد من الجنسيات دي شغال جوه المطاعم. اتمنى نعيش عيشة اهالينا، العيشة العادية، ونسمي الاشياء بمسمياتها، وما نديش اي حاجة اكبر من حجمها. ده في النهاية اكل وشرب، فليه يسحلنا؟ وبلاش مرة كمان سلخ من جلد الهوية المصرية، لان احنا للأسف اتحولنا لكربون ماشي على الارض، مع ان احنا كنا في يوم من الايام الاصل.